السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. حياكم الله مشايخنا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. هذا عود مروكي مسقع، شغلنا في ميسم الورد الطائفي. اشتغلناه أمام ناظريكم، أمام عيونكم، وكنا معكم من الخطوة، من الألف للياء، من أول ما كسرنا العود. جبنا قطع عود المروكي الطبيعي الأصقن وكسرناها، ومن بعدها خلطنا الأدهان، وبعدها سقينا العود بالأدهان التي خلطناها مع بعض. وهذا عود مروكي مسقى، والله ما ندري من فين مصدره، ولكن خلك دقيق معي. شوف الفرق بين هذا وهذا، واضح هنا العود المروكي انه طبيعي، وهنا والله باين ان الطبيعي ما هو حوله. هذا ما هو مسقى وبس، هذا مسقى وايضا محسن. والله اعلم هو عود مروكي اصلا طبيعي او خشب مصنع على هيئة مروكي ومحسن بالرزين وما الى ذلك. هنا مواد طبيعية كاملة، وهنا مواد صناعية كاملة. خلونكم معكم يعني صريحين. الطرح هذا لا نقصد فيه أحدا أبدا أبدا، لا نقصد فيه أحد، ولكن هو مقارنة بين منتج ومنتج. ناخذ قطعة من هذه المروكي المسقع من ميسم ورد الطائفي ونحطها على الجمر، وش بيبدأ يظهر معك ما شاء الله لا قوة إلا بالله رائحة الأدهان الطبيعية المستخدمة في هذا المنتج. يعني نجيب كسرة من الحبيب هذا ونحطها، وش نشم رائحة العود المحسن. يا ناس انصرعت من الريحة وطاح الجوال، لا تلوموني. شوفوا هذه اللي صرعتني ريحتها، غير جميلة أبدا وغير مستساغة. أصلا تشم نكهة العود المحسن، وليته جلس محسن وبس، عايزين زايدين عليه. هنا تشم نكهة زكاوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفوحان متزن. مع انه شوفوا هنا الزبد وكيف مغري، لكن الزبد هذا هو ناتج عن الرزين الذي أدخل داخل القطعة، وحسنت بها حتى تأخذ إلى نكهة العود المروكي الطبيعي. شوفوا هنا كثافة التبخير واستمرار التبخير في القطعة، وهنا ما عاد فيه أصلا لا تبخير ولا أي شيء، خلاص بس هبة كذا وانتهت. من يشوف الشكل يقول والله هذا يا أخي باين عليه. ها أصلا نابع ما شاء الله تبارك الله منه، شوفوا مغرق صح، ولكن ما فيه. ليش؟ المواد المستعملة فيه غير طبيعية، وهو العود أصلا غير طبيعي. هذا ما يجعل أنه ما فيه احتراق أبدا. مقابل شوفوا هذه ما شاء الله تبارك الله، احتراق متزن، نكهة جميلة أبدا غير مؤذية لا للصدر ولا للصحة ولا لمستنشق الرائحة. يعني العود نحن ليش نستعمله؟ حتى يزين النفسية، نحطه في مجلس حتى أيضا يستقبل الضيوف. العود هو اللي يستقبل الضيوف، يرحب بهم بالرائحة الجميلة. خلونا نختصر لكم السنابات الماضية في سنابة أو سنابتين. اللي قدامكم هذا كله عود، هذا عود وهذا عود، ولكن هذا طبيعي هذا غير طبيعي. هذا لا يحتوي على أي مواد ضارة، وهذا الله أعلم وش فيه من مواد.
ولكنها غير مستساغة أصلا. هذا عود طبيعي مسقى، هذا عود غير طبيعي ولا ندري بيش سقي. طيب هذا اللي هنا يحترق بسرعة، هذا محشوم ما يحترق بسرعة، تجي تشمه طوال ما انت حاط القطعة على الجمر، وهي ما شاء الله تبارك الله تعطيك نكهات جميلة من البداية. تبدأ بنكهات العطرية الناتجة عن الأدهان المستعملة في هذا المسقى، ومن ثم ما شاء الله تبارك الله تأتي بعدها نكهة العود المروكي الأصقن الطبيعي. إذا كنت ذو ذائقة عالية وتبغى عود مسقى بجودة عالية جدا، خيارك الأول مسقى ميسم ورد الطائفي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن شاء الله بإذن الله معكم في أطروحات قادمة إن شاء الله. مددنا عروض اليوم الوطني لعيونكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته ويرزقنا وإياكم الخير الدنيا والآخرة. قبل أن نختم، شركة ريد بوكس مقدمة عرض شحن مجاني حتى نهاية الشهر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.